مفاجآت بالجملة هنستعرضها مع حضراتكم في اختيارات العميد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استبعاد كتير من اللاعبين ومنهم محترفين وضم وجوه جديدة، مع أول معسكر للعميد حسام حسن واللي هيبدأ 13 مارس وهينتهي يوم 26 مارس بدورة ودية في الإمارات هتضم 4 فرق. هنكلمكم برضو عن تفاصيل الدورة دي. في مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي ضم العميد مصطفى شوبير حارس الأهلي الأول في الفترة الحالية، ومحمد عواد حارس الزمالك الأول، وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام. وخد بالك كده من حاجة إيجابية حصلت، إنه حسام بياخد الحارس الجاهز أو اللاعب اللي واقف في المرمى في الفترة الحالية، وده هيعمله في كل المراكز وهيطبقه في كل المراكز زي ما قال قبل كده. وده اللي كان بيحصل مع مدربين كتير قبل كده، واخرهم الهجاص فيتوريا اللي كان جايب لنا محمد صبحي حارس الزمالك واحمد فتوح وعمر كمال والنني، وكلهم كانوا مصابين وقاعدين في البيت وانضموا لمعسكر المنتخب في البطوله الاخيره. وبالتالي وفي خطوه ايجابيه استبعد حسام حسن محمد صبحي حارس الزمالك اللي مش بيشارك مع ناديه. نروح بقى لخط الدفاع، ضموا حسام حسن احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد حمدي وكلهم من الحرس القديم. جاب لنا بقى الوجوه الجديده، مدافع نادي الزمالك الصاعد حسام عبد المجيد، وكمان محمد شكري المتألق واحمد كالوشة. والحمد لله بعد عن الموازنات واستغنى عن احمد سامي وعلي جابر اللي كانوا متاخدين جبر خاطر لنادي بيراميدز. نروح بقى لخط النص، ضم حسام حسن امام عاشور وحسين الشحات وتريزيجيه والنجم محمد صلاح ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش وعمر الساعي وغنام محمد ومصطفى فتحي ومروان عطيه. وهنا طبعا استغنى عن مهند لاشين لاعب بيراميدز اللي برضه كان متاخد مجامله، وكمان عن محمد النادي اللي مش بيشارك مع نادي ارسنال الانجليزي. وفي خط الهجوم استعان العميد بمصطفى محمد المتألق مع نانت الفرنسي وحسام اشرف ومحمد شريف واحمد امين اوفا ومصطفى زيكو واحمد عاطف ووجوه كتيره جدا في خط هجوم منتخب مصر. والحمد لله ما جابش كوكا اللي بيجي منتخب مصر سياحة بس ما بيلمس الكورة. دي كانت القائمة المبدئية قبل الاختبار القوي للعميد. الدورة الودية اللي هتقام في الإمارات بمشاركة 3 فرق كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وهيبدأها منتخب مصر بواجهة المنتخب النيوزيلندي بإذن الله يوم 22 مارس، وهيلتقي الفائزين في مباراة كرواتيا وتونس ومصر ونيوزيلندا يوم 26، وكمان الخاسرين هيتقابلوا برضو في نفس اليوم علشان يخوض منتخب مصر خلال شهر مارس مباراتين في منتهى القوة في الإمارات. هيكون اختبار قوي للعميد حسام حسن بعد مجازفته واختياراته الجريئة لقائمة منتخب مصر، واللي إن شاء الله ربنا يكلل جرأته وشجاعته في الاختيارات بالاستغناء عن لعيبة محترفين لكن ملهمش دور، وإنه يجيب لعيبة مغمورين بالنسبة لنا ومحدش يعرفهم، وإن شاء الله يوظفهم ويكون لهم دور وشأن مع منتخب مصر، وينجح حسام في مهمته. بالتوفيق للعميد حسام حسن.